السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي في قناة أحمد للوصفات الطبخ والتدابير المنزلية. إن شاء الله يا رب تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله جيت راح نشارك معكم وصفة من الوصفات الطبية الطبيعية ومن الوصفات طبعا الناجحة 100%، اللي هي علاج فعال للشقيقة والصداع الرأس. مع الاسف بزاف من الناس يعانيوا من هذا المشكل اللي هو ولا مشكل العصر، يعني تقريبا في كل عائله نلقاو زوج ولا ثلاثه من الناس اللي يعانيوا من مشكل تاع الشقيقه ولا امراض اخرى اللي هي تسبب صداع الراس، مثلا كيما الزكام اللي يخلي الناس يعانيوا من هذا المشكل. وكثير من الناس يعني يتوجهوا للاطباء، يتوجهوا لتناول الادويه، اخذ ابر الى غير ذلك بدون نتيجه، يعني فقط مصاريف زايده وتعب. هذا ما كان. على هذه اليوم بإذن الله قررت أن نمد لكم وصفة من وصفات الأجداد تاعنا، واللي هي وصفة فعالة 100% وطبيعية 100%، باه تقضيو على المشكل هذا تاع الشقيقة ولا الصداع النصفي. بالنسبة للمكون الأساسي في هذه الوصفة اللي راح نستخدموه هي عشبة معروفة باسم قرعة اللبن. هذه هي فوالا معروفة في كامل الجزائر باسم قرعة اللبن، وعندها بعض أسماء أخرى مثلا في المناطق تاع القبائل ولا عند الشاوية. يعني هذوك يخرجوا لكم الأسماء تاعها. بالنسبه للناس اللي ممكن ما يعرفوهاش باسم قرعه اللبن، تلقوها عند مول الاعشاب، السعر تاعها رخيص ماهيش غاليه نهائيا، بالك 10,000 ولا 15,000 تقدروا تجيبوا زوج ولا ثلاثه. وتقدروا ثاني تلقوها في الاشجار، مثلا بالنسبه للناس اللي ساكنين في بلايص فيهم شويه الاشجار والغابات الى غير ذلك تلقوها متوفره باللون الاخضر، بصح نتوما تسحقوها هكذا كي تيبس. يعني على اسمها قرعه اللبن لانه بكري كانوا يستخدموها كقاروره، يحطوا فيها اللبن، ينحيوها من الاشجار، يخليوها تجف، ينحيوا لها الزريعه تاعها من الداخل ويستخدموها كاين الحجم تاعهم اكبر على هذه، ويستخدموها يعني قاروره يجيبوا فيها اللبن مثلا يشريوا فيها ولا يشربوا فيها ولا سا ديبون، ومن هذا يعني ولا الماء ثاني. دونك على هذه سموها بهذا الاسم، حتى الشكل تاعها يعني يشبه القاروره. بالنسبه لطريقه الاستعمال عادي، يعني كما قلت لكم تجيبوها من اللي يبيع الاعشاب ولا تنحيوها من الشجره وتستناوها حتى تيبس. راح تجيبوها كيما هكا تكسروها اولا، مش راح تستخدموها كامل، تستخدموا منها غير اجزاء منها. دونك خليني مباشره يعني نروح نكسرها معكم ونشوفوا طريقه الاستخدام. استخدموا حجره ولا صديق يعني شي اللي متوفر عندكم. هنا انا راح نستخدم هذا المهرس ونحاول اني نكسرها. التكسار تاعها ماشي صعيب نهائيا، سهل. تقدروا تكسروها بسهوله تامه باي وسائل متوفرين عندكم، ماهيش يابسه بزاف. من بعد كيما تحلوها كيما راكم تشوفوها كامل داخل، راح تلقاو القشره تاعها يعني هي يابسه نوعا ما، ومن الداخل تلقاو في الجزء السفلي من التحت تلقاو الزريعه تاعها والبذور. احنا في هذه الوصفه ما نحتاجوش البذور تاعها، واش نحتاجو هذيك القشره اللي من الفوق. دونك الدواء اللي نسحقوه احنا راح يكون في القشره تاع ديك اليابسه، هذو البذور اللي داخل ما عندهم حتى يعني استعمال. تقدروا برك هكا مثلا تحبوا تزرعوا بهم اشجار تاع قرعه اللبن، هذه تحبوا ترميوهم هكا في الغابه باش يزيدوا يخرجوا اشجار خلاف، احسن واحسن. بالنسبه للاستعمال هنايا راح نديو اي جزء منها، المهم الجزء اللي من التحت ولا اللي من الفوق ليسونسيال، تديو هكذا قشره منها، هذه هي اللي راح تستخدموها. تنظفوها مليح، تنحيو لها شويه هذيك الجزء اللي من الداخل اللي فيه البذور الى غير ذلك، وتستخدموها. من الافضل انكم تستخدموها في الليل قبل ما ترقدوا، يعني راح تكون النتيجه تاعها فعالة اكثر واكثر، ما تخدموش بها الصباح. يعني اخر حاجه قبل ما تجيو راح ترقدوا ديروها، ومن بعد مباشره تروحوا ترقدوا. واش راح ديروا؟ ما راح تزيدوا لها حتى حاجه خلاف، ببساطه راح تديو هكا قطعه من هاد العشبه، وتجيبوا شويه نار وتبداو تحرقوا فيها، سواء تستعملوا البريكي كيما راني قاعده ندير انا دركا، ولا من الافضل انكم تحطوها مثلا ديروا بلاصه سبيسيال تاع النار، تحطوا فيها هكا شويه من القشور هذو تاعها وتحرقوهم مره واحده هكا، يعني يكون افضل. لانه كي ديروا النار بزاف وتحرقوهم ليه راح تحصلوا على هذاك البخار، وهذاك البخار هو اللي تستنشقوه، يعني الدواء كامل في هذاك البخار اللي يخرج لنا ولا داك الدخان اللي يخرج لنا كي نحرقوا هذه القشور تاع قرعه اللبن.
وهذه هي الطريقة بسيطة جدا. راح تستنشقوا هذاك الدخان اللي يتشكل لنا كي نحرقوا القشور تاع قرعة اللبن، تستنشقوه لمدة هكاك دقيقة 2 دقائق، من بعد تروحوا مباشرة ترقدوا. وبإذن الله بإذن الله نساو حاجة اسمها الشقيقة ولا الصداع ولا الصداع اللي يتشكل لنا بعد الزكام. يعني راهي واحد الوصفة ما شاء الله، رغم انها بسيطة بصح فعالة 100%. وهذا سر من أسرار الطبيعة، يعني ربي سبحانه وسبحان الله جعلنا الدواء في هذه العشبة البسيطة، ودواء فعال 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 ما شاء الله. جربوا إن شاء الله إذا كنتوا تعانيوا من هذا المشكل بإذن الله ما راحش تزيدوا تعانيوا منه نهائيا. وبارطاجيو ثاني الوصفة، شاركوها مع الناس اللي تعرفوهم عندهم هذا المشكل ويعانيوا منه من سنوات. بربي إن شاء الله ربي يجعل لهم الدواء في هذه الوصفة البسيطة ويتهنوا من هذا المشكل، لأنه الصحة طبعا أهم حاجة. المهم لازم تتبعوا الطريقة اللي قلت لكم عليها خطوة بخطوة هكا باش تستفادوا من هذه العشبة وتتهناو من المشكل تاع الصداع الحاد والشقيقة. كما قلت لكم تجيبوا هذه القشور تاع قرعة اللبن تحرقوهم مليح، ومن بعد تكوفريو راسكم بمنشفة ولا اي قطعة قماش متوفرة عندكم، تكوفريوه تخي بيان وتبقاو غير تستنشقوا في هذاك الدخان تاع هاد القشور وهما قاعدين يتحرقوا لمدة دقيقة ولا 2 دقائق، وانتم غير تستنشقوا في هذاك الدخان فقط. من بعدها مباشرة غير تكملوا ديريكتومون تروحوا طل بلاصتكم. كما قلت لكم ما تروحوش مثلا تطلوا ولا تخرجوا برا ولا كابابل يضربكم الهواء. دونك مباشرة تكملوا تستنشقوا هذاك الدخان، تروحوا لبلاصتكم تتغطاو وترقدوا، وبربي ان شاء الله ربي يجعل فيها الشفاء. هذه الطريقة تعودوها على حساب الحالة. دونك اللي عندهم شقيقة يعانيوا منها بزاف وعندهم مشكل تاع ألم يعني ألم الرأس الحادة والصداع، من الأفضل أنكم تعودوها يوميا لمدة أسبوع. أما بالنسبة للناس اللي عندهم مثلا ألم تجيهم بسبب الزكام ولا ديروها 2 مرات ولا 3 فقط وحبسوا. وهكا اعزائي نكون وصلت لافين تاع الفيديو تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله الوصفه كانت واضحه وفهمتوا الطريقه كيفاه. يعني الطريقه بسيطه ماهيش صعيبه، جربوها كيما راهي وباذن الله باذن الله راح تنساو المشكل تاع الشقيقه والصداع والم الراس نهائيا. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وربي سبحانه يجعلكم فيها الشفاء العاجل. وما تنساوش ثاني تنصحوا بها الناس اللي مساكن يعانيوا من هذه المشاكل. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله وحفظه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى مفيده وفعاله 100% من قناه احمد للوصفات الطبخ والتدابير المنزليه. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، واذا ما كنتش مشتركين في القناه طبعا تفضلوا اشتركوا فيها بيوصلكم كل ما هو جديد. وفي أمان الله وحفظه، ونلتقي إن شاء الله في فيديو آخر بأمان الله.